السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهاردة جاية لكم بفيديو تحفة من الجمال، هيعجبكم جدا جدا. فيديو كده هيشرفك في اي عزومة. بصوا بقى، عملت محاشي كده، فيديو محاشي كده للعزومات، هيشرفك بجد. حتى لو مش عاملة عزومة لولادك كده، زيني السفرة بيه، هيبقى قمر قمر قمر. لو مش عايزاهم بجد يعني يبطلوا اكل، اعمل لهم الاكله دي بتاعت النهارده وبالطريقه بتاعت النهارده، اسهل ما يمكن. بصوا بقى، المحشي كده عملناه ني في ني، محشي على السريع، عملنا جنبيه فرخه حلوه كده وزي القمر، خدنا الشوربه بتاعتها وزينا بيها المحشي. تمام. وفي نفس الوقت الفرخه دي كانت طعم المشوي. هقول لكم في فيديو النهارده على اسرار كده وتتبيله كده للمحاشي وللفرخه، هتعجبك جدا جدا جدا. بس كملوا الفيديو لحد الاخر. ولو اول مره تشوفوني وعجبكم المحتوى، عجبتكم قناتي، انا اسمي منى ودي قناتي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفه جديده انا بنزلها على القناه. وصفه النهارده تستاهل منكم 1000 لايك. تمام. فيديو النهارده ياريت ترفعوه كده بقى بلايكات كتير وتوروه لاصحابكم وجيرانكم وقرايبكم عشان الفيديو يترفع يا جماعه. عملنا شويه محشي بتنجان زي ما انتم شايفين كده على السريع، وفلفل وورق عنب وفرخية كده قمر. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، نبدأ وصفتنا. جبت هنا ورق العنب ده، ربع كيلو ورق عنب او حوالي يعني 400 جرام كده. تمام. هغسل ورق العنب. اهم حاجه بعملها ان انا بغسل ورق العنب كويس جدا قبل ما بعمله. تمام. جبت حله وحطيت فيها ميه وغليت، حطيت فيها شويه ملح. عايزه تضيفي فيها شويه من الليمون مفيش مشكله، زي ما تحبي. بس الليمون مش بيأثر فيه الا طعمه، الا في الحله لما بتحشيه. خلاص، انا بضيف الليمون بعد ما بحشيه. خلاص، ورق العنب خد اللون القمر ده في مصفى كده، وبحط تحتيها صينيه. تمام. وبطلع ورق العنب، بطلع ورق العنب زي ما انتم شايفين كده، ما بخليهوش اكتر من كده. تمام. ما بخلوش اكتر من كده في الميه علشان ما يتهريش مني. اول لما نطلعه من الميه على طول على الشطف برضو. تمام. خلاص كده، عشان كتر السخونيه بتخليه يستوي جامد. خلاص، عشان هو بلدي. جبت هنا بقى، بصوا بقى، اسرع ما يمكن يا جماعه، اسرع ما يمكن. تمام. بصوا، هي دي خلطه المحشي. خلاص، احنا خلصنا المحشي كده. حطينا الخضره على البصل على الطماطم، كل ده في الكبه. تمام. بس الخضره قطعتها على ايديا. حطيت الملح، حطيت كيلو رز، احط معلقه كبيره من الملح، شويه من بهارات اللحمه، وشويه فلفل اسود. دي كل البهارات بتاعتي اللي انا بضيفها للمحشي. تمام. وبضيف عليهم شويه من الزيت. خلاص، برضو على حسب الكمية اللي انت عايزاها، ما اقدرش احدد لك قد ايه، بس هو الكيلو عليه حوالي كوباية الا ربع من الزيت كده، من نص كوباية لكوباية الا ربع. تمام. عندك قطعة سمنة بلدي مفيش مشكلة، هتخليه بقى قمر قمر قمر. خلاص، كل واحد على حسب مقدرته، بس انا بكتفي بالزيت. خلاص. وساعات بحط له كده على الوش معلقة سمنة بلدي. كده خلاص خلصنا. هحضر بقى الحله اللي انا هحشي فيها. بصوا، دي بواقي البصل ان انا بطلعها. ساعات البصل كده بيبقى فيه قشره خفيفه كده من على الجنب ودبلانه، بشيلها ما برميهاش، بس طبعا ببقى غسلها كويس جدا. ودي برضه بواقي الطماطم. عايزه ما عندكيش ومش حلوه وما طلعتيش، يعني مش بتطلعي بواقي الطماطم كده زي، خلاص اعملي طماطميه وقطعيها، بصليه وقطعيها، مفيش اي مشاكل. خلاص. هنا كده بقص الفلفل بفضيه في الحله. يعني انا بصوا بفتح الفلفل زي ما انتم شايفين، الفتحه دي ما تخليش الفلفل يطلع من الرز، وفاضي القلب بتاعه في الحله، بيخلي الريحه بقى يعني اقوى. ريحه المحشي وانتي بتسويه كده بتبقى قويه جدا. تمام. يعني محشي بتنجان وفلفل وكوسه، يعني فلفل معاهم، من غير الفلفل خلاص يعني انتي مش هتشمي له ريحه. هيطلع حلو زي القمر من ايديكي وكل حاجه، بس مش هتشمي له ريحه. بحشي هنا المحشي بتاعي كده، بس اهم حاجه وانا بحشي المحشي باخد مني كميه من الصوص اللي نازل، من صوص الطماطم طبعا، نزلوا ميتهم، ميه الطماطم والبصل واللي احنا حطيناه الخضار، بينزل ميته، بحط الخضار بالميه بتاعته. تمام. كده خلاص بعد ما بحشي بقى. تمام. اهم حاجه برضو ان انا بنضف الخضار كويس جدا من الرز، عشان الحله ما تتملاش معايا رز وتبقى معجنه كده وشكلها مش حلو، زي ما شفتوا في اول الفيديو كده ما فيهوش نقطه من الرز. خلاص كده برش عليه ملح وفلفل اسود. تمام. وبنزل عليه بقى بالشوربه. خلاص، دي شوربه الفرخه اللي انا سقعتها، اللي شفتها في اول الفيديو. خلاص، بحط كده على الباذنجان والفلفل حوالي نص الحله،
نص الحله سوائل، شايفين كده؟ بصوا برج الحله كده عشان متبقاش فيها حاجه لازقه ببعضها. في الوقت ده عايزه تحطي شويه سمنه او زيت تاني، مش مشكله عشان يطلع شكله كده لامع وحلو. هنيجي هنا بقى الورق العنب. بصوا دي طريقتي في لف العنب. ورق العنب بلفها كده على ايديا بكل سهوله، بفرش في الحله يا اما بصل وطماطم، طرنشات ليمون زي ما تحبي. تمام. اول عنقود بتاع الورق العنب كده لما بيطلع تمام بتحطيه في قعر الحله، مفيش اي مشكله. بنزود برضو يا دوب زي تسويه اي محشي، كرنب او ورق عنب على وش الحله. الطبق ده فايدته ان انا بحطه كده ما بيخليش ورق العنب يزيد زيادة عن اللازم في الحلة ويفنش، لا بيطلع كله كده سوا واحد زي ما تشوفي كده. وتيجي تقلبي الحلة تمام بتتقلب معاكي زي ما شفتوا كده. بصوا بقى وصفة النهاردة كده خلصت، يا رب تعجبكم وتنور رضاكم، وتشيروا الفيديو لعدد اكبر من صحابكم وقرايبكم. تمام. بصوا دي الفرخة بقى، انا ما صورتها لكمش المرة دي، هصورها لكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين الفرخه. تمام. اكتبها لكم في الكومنت اللي جاي في الفيديو اللي ان شاء الله اللي جاي، هعملها لكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. تمام. طلبتوا مني الباميه المفرزه، عملتها لكم، ما اتاخرتش عليكم في اي طلب. اتمنى قناتي تعجبكم ومحتواي يعجبكم، وتشيروا الفيديو لاكبر عدد منكم ممكن من اللايكات. تمام. وترفعوا لي الفيديو بلايك يا جماعه عشان اللايك بيرفع الفيديو. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم وينور رضاكم، والسلام عليكم بفيديو جديد، وصفه جديده ان شاء الله. باي باي.